اول حاجه باش نحضروا الكريمه نتاعنا، كريم موسلين باش نعمل. غربلت النشا والسكر، النشا 70 غرام والسكر 130 غرام. ومن بعد زدت عليهم واحده سكر فاني وكعبتين عظم باش نخلطوهم. هذه الكريمه اللي باش نحطوها لداخل في وسط خبزه الهواء نتاعنا. من بعد نحطوها، حطيت الحليب يسخن، خذيت شويه دوبلاش باش نحل الخليط. الحليب 500 غرام بالضبط حليب. ومن بعد باش ناخذه بشويه بشويه كيما هكا باش نطيبوا الكريمه نتاعنا. نحاولوا ان ما نحطوهاش ضربه واحده، بشويه باش ما تكعبرش ما يكعبرش النشا والسكر. من بعد طابت معانا الكريم باتيسير باش نسلفروها كيف هكا مع بابي سيلوفان ونحطوها في الفريجيدير تبرد. ونحطوها، حطينا شويه قهوه عربي، زدناهم شويه سكر فاني. من بعد الكريم نتاعنا هذه بعد ما بردت باش نزيدوها الزبده باش تولي كريم موسلين. كما تشوفوا زدت 150 غرام زبده بشويه بشويه باش تحل الكريم نتاعنا. من بعد باش نفوح الكريم موسلين، حبيت نزيد مبات نوازيت اللي هي كعبات بوفريوه محمرين في وسط الكوشه، ورحيتهم حتىش القرو الزيت نتاعهم باش يعطوا بنه مش نورمال الكريم موسلين. حطيتهم في البوش ندوي. ومن بعد كيما العاده نتاعنا باش نحطوا البسكوي نتاعنا. هذا اخترت بسكوي في وسط القهوه، وباش نحطوا طبقه بطبقه باش نحطوا الكريمه كيما تشوفوا نوزعوها ونخدموها كيما خبزة الهواء العاديه نتاعنا كيما العاده. بعد من الداخل حطيت شويه بفريوه مهروشه كيما تشوفوا. وباش نكملوا الكعبات نتاعنا الكل باش نعملوا هكا ديزيتاج. وفي الاخر هكا زينتها من الفوق. ماذا بينا نزينوها هكا ونوسعوا بالنا. بعد زدت من الفوق شويه البفريوه المهروشه، وبقات لي شويه كريم الموسلين زينتها من الفوق هكا بور ديكو. وكل حد بيان سور كيفاش يحب يزين كيفاش يحب يعمل. المفيد تجيكم الكريمه باهيه. هات الكريمه هي اللي لازم تخدم بالكدا. وهذه خبزة الهواء نتاعنا خليتها ليله كامله في الفريجيدير. ومن بعد هكا بعد ما قصيتها بالحق بنينه مش نورمال، وكأنك تاكل في جاتو مش خبزة هواء. ان شاء الله البنات عجبتكم الطريقه، وبيان سور ان شاء الله تكون مبسطه وجربوها سيرتو حتى في راس العام. والله بينا برشا، وان شاء الله عجبتكم. سلامه.